سفيان العمايرة. أنا محب يعني لجميع الحيوانات كان أليفة ولا غير أليفة شرسة، متعاون معهن كلياتهن، وحاب السوشيال ميديا، يعني على السوشيال ميديا. فأنا كنت أول شيء مهتم بالحيوانات، بعدين خطرت على بالي السوشيال ميديا أنا وإبراهيم. فطلعنا على السوشيال ميديا، بلشنا على السوشيال ميديا نسوي يعني نصور فيديوهات. أنا حبيت أفرج الناس إنه فعلياً هذا المجال حلو كثير، وإنه الناس تتقرب من إشي اسمه حيوانات، لأنه في كثير ناس بتخاف من إشي اسمه حيوانات. فهسه الحيوانات كثير يعني إشي بريء، وإحنا بدنا نوعي الناس إنه فعلياً بتقدر تتعامل مع الحيوانات الشرسة وغير الشرسة، بس غير الشرسة بتقدر تتعامل معهم يعني بقرب، بس يكون بينك وبينهم حاجز. اما الحيوانات الاليفه بتقدر تتعامل معهم عادي فيس تو فيس، يعني وجه لوجه بتقدر تتعامل مع الحيوان. وانا يعني حبيت افرجي للناس اني انا كان عندي حاجز خوف وكسرت الحاجز هذا. انا هنا بصور بالقريه العالميه للحيوان، انا واخوي ابراهيم. احنا عندنا هنا يعني اكبر حديقه بالاردن واقدم حديقه بالاردن، يعتبر من جزء من عائلتي الحيوانات. انا بالنسبه لإلي يعني مرافقهم معهم خلص، بالنسبة لي يعني كل إشي الحيوانات. فإنه بهتم فيهم علاجا، أكل، كل إشي بنهتم فيهم، وكأنه يعني عادي كأنه بتعامل مع بني آدم. موجودة عندكم أسود، نمورة، دببة، ذيابة، جمال، الأحصنة. إيش كمان عندك؟ لاما، وعندك طاووس، وعندك يعني جميع أنواع الحيوانات متوفر لنا هان، موجودة بالحديقة. إلي أنا وإبراهيم ننشر على السوشيال ميديا تقريبا من سنة ونص. كثير الناس انبسطت على هذا الإشي، كثير ناس بتسألني وين الحديقة، بتشوفنا التعامل مع الحيوانات إنه تعامل عادي، يعني ما في ولا أي حيوان نتعامل معه بأي طريقة غير منيحة. كل الحيوانات نتعامل معهم، كان الحيوانات الشرسة ولا غير الشرسة، كله تعامل معه كله منيح، وما في ولا أي شيء إنه يقدر يتضايق منه، لا أنا ولا هو بنفس الوقت.